الأخبار الموجزة ليوم الأربعاء. التقى المساعد السياسي لرئاسة الوزراء المولوي عبد الكبير ببعض أعضاء نقابة النقل بالشاحنات الأفغانية في قصر سبيدار ورحبهم. قال المساعدة الاقتصادية لرئاسة الوزراء: اكتملت أعمال المرحلة الأولى من قناة قشتيبة بنسبة 42% والعمل يسير بوتيرة سريعة. طلب وزير مالية ملا هداية الله بدري بناء على الأمر بشدة من مسؤولي وزارة المالية وجميع الوحدات الثانوية استخدام المنتجات المحلية من أجل تعزيز الإنتاج المحلي وتعزيز الصناعة في البلاد، ونحتاج أن نبدل البلد من المستورد إلى البلد المصدر. وصلت أكثر من 10,000 نسخة من الكتب المطبوعة حديثا لمراكز التعليم الفني والمهني إلى مقاطعة قندهار. يقول المتحدث الرسمي باسم قيادة شرطة كابول: أصبحت قوات الأمن والدفاع الأفغانية منظمة وأقوى من أي وقت مضى، مما أدى إلى انخفاض مستوى الحوادث الإجرامية في مدينة كابول. التقى حاكم مقاطعة كابول بعلماء ومسؤولي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منطقة شاراسياب وناقشوا مواضيع ذات الاهتمام المشترك. تم جمع الأدوية القديمة وذات الجودة المنخفضة في منطقة دهراود بمقاطعة أورزغان. تم تقديم مساعدات من قبل هلال الأحمر الأفغاني غذائية وغير غذائية للأسرة التي استشهد أفرادها وجرحوا جراء الحريق الذي اندلع في منطقة بلا مرغاب بمقاطعة بادغيس. جمعت دائرة الإحصاء والمعلومات في مقاطعة غزني عائدات تبلغ 21,847,200 أفغاني من بداية العام، معظمها يتعلق بتوزيع بطاقات الهوية الإلكترونية، بينما حدد للإدارة المذكورة هدف جمع 13 مليون أفغاني. تم الانتهاء من بناء وتراكيب جداول بالقرب من تقاطع الصدارة في منطقة شهر نو. زار وفد من محكمة استئناف بكتيكا المحاكم الابتدائية الثلاث.